تخيل معايا الموقف ده، قاعد لا بيك ولا عليك وخايف تفكر في مستقبلك لا يجيلك كرشة نفس. لقيت في وشك بوست على الفيسبوك بيقولك فرصة العمر يا معلم. ايه بتوزعوا فلوس؟ لا، ده بوست هيخليك تتعلم لغة جديدة، هتلوك زي الأجانب وتقبض بالدولار وتتعلم علوم الفرنجة. بصراحة كنت عايز فلوس الفرنجة بس مش مشكلة. زغللت في عينك الأحلام وفتحت اللينكات، لقيت كورس 30 ساعة 30 ساعة بس وأبقى بريمو واشتغل كول سنتر أسباني. والله صفقة. طبعا كلنا عارفين القصة دي هتروح فين. بعد 10 دقايق هتخش تنام غالبا أو حاجة تانية تشدك، لأنك من أول ما تصحى لحد ما تنام في خناقة عليك ما بين الشركات، مش عشان يوظفوك لكن مين هياخد انتباهك ولو ثواني. هل هتجذبك مذيعة حلوة على التلفزيون، ولا أغنية كاتشي على الراديو، ولا عنوان جذاب في الجرايد وإعلانات منورة على الطريق؟ أنا كده بعدلك وسائل بدائية قبل ما يظهر وحش الشاشة الصغير، سلطان الإمتاع اللحظي ومصاص الانتباه، السوشيال ميديا. في 2006 جه رجل أعمال بفكرة بنت جنية، وهي الانفينيتي سكرولينج، التقليب الدائم على السوشيال ميديا. التقنية دي بتخلينا لو ما حكمناش عقلنا وخدنا وقت نفتكر دوافعنا واحنا بنفتح الابليكيشن، ممكن نفضل نقلب في التليفون للأبد. ومن ساعتها العالم اتشقلب. هيت الدوبامين اللي كنت بتحتاج تحقق إنجاز أو تجيب إنجاز جديد من الديلر عشان تحس بيه، دلوقتي بيجيلك بعد دقيقتين تقليب على التيك توك. مبسوط كده، تمام كله كده. مخنا العاشق للدوبامين ما بيفرقش بين انك تلاقي كنز او انك تلاقي فيديو بوبيولار على الانستجرام. لحد ما المخ أدمن الدوبامين اللي كان نادر زمان ودلوقتي مرطرط في الشارع. بشكل غريزي بقى مخنا يزقنا للتليفونات عشان ياخد نفسه، وينتهي بينا الأمر لساعات على التليفون. اتفرجنا طبعا زي لا والنبي انا عارف الحركه ده عشان خاطر أصل العالم الحقيقي مليان مشاكل بتزود قلق المخ وتقل راحته، إنما ريلز محدش بيفكرنا بمشاكل الدنيا، كله سعيد وبيرقص على ألحان متفائلة. والخوارزميات وأنظمة ترشيح المحتوى اللي بتعرف بتحب تشوف إيه وتسمع إيه فتزقه عمالة تزداد ذكاء وعبقرية، ومخليانا قاعدين في فندق 5 نجوم شاور بس على اللي بتحبه، واحنا هنعرفه ونملى حياتك بيه. فتخليك على منصاتنا أطول وقت، اللي في النهاية بيتحول لفلوس. طب وانت ايه اللي مضايقك؟ هما بيكسبوا فلوس واحنا بننبسط. انا مش متضايق والله، انا زيك. شكلك انت اللي متضايق. يا عم وانا اعرفك. المشكلة ان المهارات المفيدة عايزة وقت ومجهود. العزف على آلة، تعلم لغة او حرفة جديدة، عملية مملة وطويلة وثقيلة. اي حاجه مفيده كده طعمها خضار مسلوق، وفين وفين لما توصل لمرحله متقدمه فيها تاخد جرعه الدوبامين اللي دماغك محتاجها. السوشيال ميديا بقى متعه لحظيه، استهلاكها سهل ومكافئتها سريعه، فبقى مدى الانتباه قصير، ومهاره زي التركيز بقت على وشك الانقراض مع الباندا. انت فاهم كويس ولا ايه؟ القدره على التركيز اننا نقدر نركز على حاجه لوقت طويل، وظيفه معقده من وظائف مخنا. مع التقدم تم تجاهلها كانها مش مهمه. اللي ساعد على ده اننا كبشر عندنا قدره استثنائيه اننا نفكر في حاجات مش قدامنا، الماضي او المستقبل، وزي ما هي هديه من مخنا لكنها لعنه بتخلينا نقع في حلقه مفرغه من ماذا لو شلت الماده، او ماذا لو ما كنتش دخلت الكليه دي وما عرفتش الاشكال دي. مش انت يا معلم، مش انت حبيبي. كلنا عارفين قد ايه فخ ماذا لو ده مزعج نفسيا. تخيل بقى لو قدرنا نتحرر من كل الافكار دي ونعيش في حاضر مريح مش متطلب، مركزين فيه في اللحظه اللي احنا عايشينها. بالتالي بنشتغل ونتصرف بقدراتنا ومهاراتنا الحقيقيه، مفيش طاقه مشتته في الافكار دي. انا حاسس اني بقول كلام تنميه بشريه، بس بجد التركيز على الحاضر شيء مريح نفسيا ومجزي من كل الجوانب. والتركيز هو إننا نختار الفكرة الصح من بين آلاف الأفكار اللي بتخطر على بالنا عشان تكمل معانا. ده بيحصل لما نتعلم إزاي نلاحظ الأفكار المشتتة والمزعجة دي، وبعدين نميزها عن الأفكار المفيدة الغير مشتتة. نراقب تدفق أفكارنا. إيه تدفق أفكارنا دي؟ إحنا هنلعب يوجا؟ لا، نفصص الأفكار. نراقب مخنا بيخرم في كل فكرة. دي من أفكار الماضي، فاكس، تجاهلها أفضل. دي من أفكار المستقبل، فاكس برضه، ملهاش لازمة. دي فكرة في الحاضر، أنا هنا دلوقتي، قشطة. والله حتى لو مركز مع ناموسة بتطير قدامي، أو عيني على ورقة شجر بتقع، أو أطفال بيلعبوا، أهلي بيتكلموا، المهم فكرة في الحاضر تخلينا هنا دلوقتي. لأن المشكلة دلوقتي إننا مهووسين إن كل الأفكار لازم تبقى أفكار ثورية، لازم نغير الواقع ونحقق إنجازات استثنائية. ما ينفعش نبقى ناس عادية بتعمل حاجات عادية، لا، لازم نحقق نقلة نوعية. والعجيب إن كل ده جاي معاه انخفاض واضح في الأداء بيأثر بالسلب، لأننا عايشين في عصر من الاختيارات اللامحدودة. ففاكرين إن الحياة ممكن تتعاش بشكل مكثف، إن في طريقة ما في الحياة تخلينا نعمل كل ده مع بعضه، نتعلم الرسم والموسيقى ونتكلم لغات ونبقى وسيمين ومشاهير وعايشين علاقة رومانسية سعيدة.
عايزين نقتحم كل المجالات في نفس الوقت، فثقتنا بنفسنا بتتوزع على كل المجالات دي اللي بنحاول نقتحمها، فبتتلاشى فيهم بدل ما نركز على حاجة واحدة بنعرف نعملها ونعملها كويس قوي. معروف من زمان ان كل ما زادت الاختيارات كل ما قل الاختيار وقلت القرارات. تركيزنا مشتت بين آلاف الاشياء اللي عاوزين نمتلكها وعاوزين نعملها. فالمفتاح هنا ما بقاش تحديد الاولويات، لا، لكن استبعاد اللي مش اولويات. استبعاد الافكار المشتته حتى لو كانت جذابه، والاخلاص لفكره واحده. الاستراتيجيه دي على بساطتها كافيه تفعل زرار التركيز. الاستبعاد اننا نقول لا للي مش في خطتنا. أنا وأنت عارفين أهمية إننا نبقى مركزين مش مشتتين، عارفين إنها المهارة اللي بتخرج أفضل ما فينا. لكن ماذا لو كنا آخر جيل؟ ماذا لو جه جيل بعدنا مش عارف أهميتها، مش مدرك إنها زي العضلة بتحتاج تتمرن؟ وتيرة المجتمع بقت سريعة، مش متجهة إلا للزيادة. المجتمع بقى قايم على الأداء، بيسعى دايما للأجدد والأحسن، عايز ينتج أكتر، مش مهم بيحصل إيه على حساب إيه. مركزين دايما هنحقق إيه، هنبقى إيه، عاوزين نبقى فين، هنرتبط بمين، مع المستقبل مش مع اللي المفروض يتعمل دلوقتي. وطول ما إحنا مركزين مع الأهداف فإحنا بنطارد شخص إحنا مش هو وشيء مش معانا. كلامي هنا ممكن يزعل قادة التنمية البشرية، بس مفيش مشكلة لو نسينا الأهداف بين الحين والآخر، حتى لو كانت الأحلام جذابة ومفيدة. لأن البشر رغم قدرتهم الاستثنائية إنهم يفكروا على المدى الطويل بنحتاج مكافآت سريعة لمجهوداتنا، فبنعيش بتركيز قصير المدى وبنفقد قدرتنا إننا نبني احترامنا لذاتنا طوبة طوبة بدون ما نحتاج لردود فعل اللي حوالينا. التاريخ بيقول لنا إننا السعادة أفضل وإنجازات أهم محتاجين تركيز طويل المدى، نتحكم في تأثرنا بضغوطات المجتمع بدل ما هي اللي تتحكم فينا. التركيز ملوش علاقة بإنك تكون شخص جديد أو شخص أفضل، لكن التصرف باللي معاك بالفعل، وده بيحصل بس بإننا نوصل للقناعة والرضا بما نحن عليه وباللي نملكه. وعلى رأي المثل، من رضي عاش. ده المفتاح، مش سهل التحقيق لكنه يستاهل المجهود، وتعقيده جاي من بساطته. إننا نبطل نقلق ونحمل نفسنا فوق طاقتها، نصرف تفكيرنا عن القلق والأفكار السلبية ونتعامل معاها كأنها أمر محايد مش شياطين شرير. ندي لنفسنا توقعات هادية وواقعية ونتخلى عن التوقعات الأسطورية، لأن في نهاية المطاف مش أصحاب البصيرة الثاقبة اللي قدروا يبقوا أبطال العالم، لكن أصحاب العزيمة والتركيز هم اللي قدروا. سلام.